السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الجمال والروعة كده والحلاوة اللي احنا فيه؟ حلاوة دمياط يا جماعة. ليه نشتريها بالغالي واحنا اساسا شاطرين في بيوتنا؟ ده احنا المصريين مشهورين بالشطارة. انا عندي شوية مكرونة آه، باقيين من كيس بنعمل فيه. جبناهم من الكيس جديد. ما عندي كده حوالي من 250 جرام مكرونة أو ربع كيلو. أنا سلقته بزيادة لغاية ما ميته نشت كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. اتسلقت خالص وطفيت عليها وسبتها علشان تشرب المية بتاعتها وتنفش أكتر، المكرونة تنفش أكتر. عندي بقى مع ال 250 جرام مكرونة معايا كيلو ونص لبن. كيلو ونص لبن ده يا جماعة بيبقى لبن حليب. المفروض انك انت بتجيبيه لبن حليب متأكدة منه كامل الدسم يكون كويس. خدت المكرونة بعد ما اتسلقت ونشت كده، خدت عليها كبشتين لبن وحطيتها في جنب. وتعالوا نحط بقية اللبن على البوتاجاز ونغليه ونحط له سكره. والسكر ده طبعا تبع ما انت عايزة. وحطيت له فانيليا وضفت له كمان وهو بيغلي كده. ما حطيتش الفانيليا قصدي دلوقتي، انا حطيت السكر. انا حطيت في الكميه ديت كوبايتين الا ربع سكر زي ما انتوا شفتوا كده، ومعلقتين قشطه فلاحي كانوا عندي يا جماعه في الفريزر، ضفتها. وضفت نص كوبايه كريم باستري، كله قلبته في بعضه. ورحت جايبه المكرونه اللي انا ضربتها في كبشتين اللبن في الخلاط لغايه ما نعمت خالص وبقت زي القشطه، وضفتها هنا. واديتها بقى كده زي ما انتوا شايفين حبة غلية على الهادي لغاية ما استوت. دولت معلقتين لبن بودرة يا جماعة. انا هقلبهم في معلقتين مية، واحط عليهم معلقتين الكريم باستري، اقلبهم كمان معاهم ومعلقتين نشا. لو انت عايزة تحطي نشا كمان ولقيتي العزيزية دي، العزيزية طبعا محتاجة نشا، يبقى ضيفي معلقة نشا كمان مع معلقة مية أو معلقة لبن وحطيها. اللبن البودرة والكريم الباستر يا جماعة بيدوا طعم رهيب للعزيزية. ومعلقتين الزبدة اللي احنا حطيناهم دولت أو القشطة، لو ما فيش قشطة حطي زبدة. روعة روعة روعة. بنحط في الآخر الفانيليا زي ما انتم شايفين، أو لو عندك ماء زهر حطي. بعد كده أنا دهنت الصينية بتاعتي سمنة خفيفة قوي، أو ممكن تحطي زبدة مسيحة. بننزل بقى الخليط اللي احنا عملناه، العزيزية الجميلة اللي انتم شايفينها ديت، بفضيها في الصينية بتاعتي وبروح جاية عليها بعد ما تبرد حاجة خفيفة كده علشان بس الفرشة تمشي عليها. بدهن وشها بقشطة سايحة أو زبدة سايحة زي ما انت عايزة وبتفضلي. لو قشطة هتسيبيها يا دوبك كده تسيح، ما تستنيش عليها. وبعد كده بقى عندي سكر بودرة، أروح عاملة على الوش كده شوية سكر بودرة خفيف قوي عشان يدي الطبقة القشرة المكرملة الجميلة اللي من فوق ديت. وندخلها بقى الفرن تحت الشواية وندير الصينية. معلش أنا الشواية بتاعتي طبعا بوتاجازي على قده، فبندير الصينية لغاية ما تديلنا ده.